بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة بقى معانا البوكس بتاعنا والجمال بتاعنا. شايفين بقى احنا عاملين البوكس ده تحدي يا جماعة. معانا تومية، معانا صوص حلو، معانا بطاطس، معانا الشاورما بتاعتنا، معانا الستريبس بتاعنا بطريقة حلوة ولذيذة. تعالوا بقى ندخل على الفيديو، يلا بينا. هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كده قطع، انا جايبه كيلو بالظبط من الصدور بتاع الفراخ. معايا قطع مقطعاها رفيع وقطع تانية مقطعاها تخينه شويه. هنا بقى هنعمل بقى التتبيله. الاول كده هنعصر ليمون ونقول بسم الله ونصلي ونسمي. ونجيب بقى التوم بتاعنا معاكم واحده واحده وتركايه تركايه. معانا بقى مرقة وملح وفلفل وبابريكا او كركم. وهنحط شوية من الكاتشب وكوبايتين من الزبادي. والكيس بتاعنا كيس تتبيلة الشاورما من ماجي. بس كده، بس كده. هنقلب بقى التقليبة حلوة، ولازم نظبط الملح بتاعنا كويس جدا جدا. وهنا انا حطيت شطة. لاحظوا ان في ناس بتحب شطة وفي ناس لا. انا حطيت كمان معلقة من الخل. وهنزل بقى بالتتبيلة. هنا بقى هشيل حبة كده على جنب عشان القطع الستريبس اللي معايا. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وهتقدري تعمليها بأقل الإمكانيات وفي البيت، وتحدي وسهلة جدا جدا جدا. هقلب بقى كده على بعضه. طبعا مش هتاخد مني يعني، انا سبتها بالظبط نص ساعة في التتبيلة، ما قعدتش معايا وقت ولا حاجة. هجيب كده بولة عشان احط فيها التتبيلة بتاع الستريبس عشان اعرف ان انا اقلبها. تتبيلة سهلة وبسيطة جدا جدا. الله على الجمال والروايح، وطريقة حلوة وسهلة وتتبيلة بسيطة جدا. تعالوا بقى نعمل التومية. طبعا هنا انا جبت كوبايتين من اللبن وحطيتهم، وحطيت عليهم 3 معالق من النشا. وطبعا انا قاعدة بدوب فيهم عشان هم هيتكتلوا دلوقتي من النشا. ما تقفيش بعيد، لا خليكي جنبهم عشان ان انت تدوبيهم، عشان مفيش حاجة تلزق في القاع بتاع الحلة. كده خلاص كانوا واصلين معايا للون ده. هسيبهم بقى كده على جنب يبردوا، وتعالوا هنشوف هنعمل ايه. طبعا هما بردوا زي ما احنا شايفين كده. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا. دي التومية البيتي بطريقة سهلة وبسيطة ومش معقدة ولا حاجة، ومن غير بيض ومن غير اي مكونات تانية. هنجيب بقى ايه، شوفوا شايفين الجمال، سهلة وبسيطة. حطيت كوباية من الزيت وكوباية من اللبن وفصين من التوم. طبعا انا ههرسهم، عايزة ما تهرسهمش مفيش مشكلة، بس انا هرستهم لان طبعا انا مش ضامنة ان الخلاط يضربهم قوي، فانا هرستهم عشان الهراسة هتبقى مضمونة. شايفين كده خلاص. هحط بقى حبة من الخل وحبة من الملح بس كده. هضربهم بقى وتقليبة في الخلاط وعلى السريع. شايفين بقى الجمال والحلاوة. الله على الجمال والحلاوة والقوام. تعالوا بقى عشان نحط القوام بتاعنا من غير مايونيز ومن غير زبادي ومن غير اي مكونات خالص. طريقتها سهلة وبسيطة ومش مكلفة ومش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. كده عملنا اول صوص معانا، وهو التومية اللي هنعمل بيها السندوتشات بتاعتنا. الروايح في المطبخ رائعة جدا.
تعالوا بقى ايه نحط بقى اللي احنا بصوا الاسباتولا دي اختراع يا جماعة والله العظيم. بتجيب كده كل حاجة موجودة في الحلة في اي حاجة بتجيبها. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا عندك، زي اي صينية عندك هاتيها حطيها. احنا هنا جبنا الجريل بتاعنا وحطيت فيها الشاورما، طبعا لازم يبقى سخن، ما تبقاش باردة. ونسيبها بقى تتقلب مع نفسها كده، ونحط البصل بتاعنا ونقلبها. هنا انا جبت الاستريبس بتاعي، انا جبته وطبعا حطيته في الدقيق، وزي ما احنا شايفين مع بعض اهو. وهحطه في المية وارجع تاني احطه في الدقيق. مية ساقعة عادية خالص، ولا فيها تلج ولا فيها اي حاجة، مية من الحنفية، ولا فيها تلج ولا فيها اي حاجة. شايفين؟ تعالوا بقى نحطها في الزيت زي ما احنا شايفين مع بعض. الله على الجمال. هنسيبه بقى يتحمر، واحنا كمان هنا بنحمر بطاطس. كانت هنا بقى الكهرباء قطعت، بس على مين بقى؟ احنا مش هنقف، هنكمل. هنا شوية كده من المايونيز على شوية من الكاتشب، وهديلهم تقليبة حلوة، وهيبقوا معايا صوص حلو قوي وطعمه حلو قوي. هنا طبعا القطع معايا كانت استوت. هنحط بقى التومية او الصوص اللي انت عايزة تحطيه، وقطع من البطاطس، وكمان من حبة من الجبنة الموزاريلا. وزي ما احنا شايفين كده بيتقطع منك وبيفك، مفيش اي مشكلة خالص. هنا انا جبت عيش سوري من سوبر ماركت. بطريقة سهلة وبسيطة، القطعة بتحطيها بتبقى حلوة قوي وريحتها حلوة قوي. وبتحط البطاطس، مش عايزة تحط بطاطس مفيش مشكلة، وتحط جبن او العكس صحيح زي ما انتي عايزة. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. الله على الجمال. شايفين الجمال؟ يلا على الجريل. طبعا هنا انا حطيت شوية زيت، دي فايدة بقى الجريل الدبل يا جماعة. انا استخدمت الجريل الاول في التسوية بتاع الفراخ، وبعدين الجريل التاني حطيت فيه زيت، وهسوي بقية السندوتشات بتاع الشاورما. هقلبه كده من جميع النواحي بحيث ان هو يبقى واخد لون معايا. هنا بقى كانت الكهرباء طبعا جت. هنجهز بقى البوكس بتاعنا، حطيت فيه ورق الزبدة، والصوص اللي معايا صوص التومية، وصوص المايونيز على الكاتشب، على المستردة كمان، يعني حطيت كمان مستردة. شايفين بقى الجمال؟ انا هنا اقطع بقى بالسكينة عشان ان انا احطه في البوكس اللي معايا، كأنك انت شارياه من بره بالظبط. فكرة التقديم يا جماعة بترجع لكل واحد، وهو تبع ما هو عايز. احنا بندي افكار، واللي عايز يعمل حاجة بيعملها. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة بتاع الشاورما؟ الله على الجمال. هبتدي بقى ان انا ارص القطع كده. اي حد عنده اكلة عايز يعملها يتفضل يقول، واحنا باذن الله نعملها مع بعض. او اي حد يقترح يعمل حاجة يبعتلي واحنا نعملها مع بعض. شايفين انا هنا بقطعها بالسكينة بمنتهى الشياكة. الله على الحلاوة. أكلة لذيذة وشهية ومش مكلفة، ومش هروح أدفع لي مبلغ وقدره عشان إن أنا هجيب كل الأكلة دي. لا، الأكلة دي هتقضي معاكي 6 أفراد من بدري، 6 أفراد كمان، وهتعمليها بمنتهى السهولة والبساطة والنظافة. شايفين بقى الاستريبس كمان بيقرمش وطعمه حلو قوي، وشوية بقى بطاطس وندلع نفسنا بقى. الله على الجمال. هنا الأكلة بتتكلم بجد عن نفسها بطريقة سهلة وبسيطة. شوفي انتي لو هتكلفي نفسك وتروحي في المطعم او تطلبي دليفري هتكلفك قد ايه؟ لا، احنا بمنتهى البساطة والشياكة هتعمليها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة معاكي نهائي. هنسيب دول بقى كده على جنب. تعالوا بقى نقدم البوكس بتاعنا القمر ده.
شايفين الجمال؟ الله على الجمال. وهنا نقول الجمال عدى الكلام بجد. هسيبكم بقى تتمزجوا من البوكس بتاعي، وهقرب لكم الكاميرا من قريب عشان تشوفوه كويس كمان. والروايح بقى، شايفين الجمال؟ الكاميرا كمان ظلماه. التومية بتاعتي والصوص كمان بتاع المايونيز والكاتشب والمستردة والبطاطس والشاورما. الله على الجمال بجد. شاورما دي ولا مش شاورما؟ ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جاي.